أكو ممارسات سهلة ومجانية ما تكلفك شيء تقدر تسويها لكن لها أثر عظيم تبقى طول العمر يمكن، وتبقى أيضًا من ضمن هويتك اللي أنت تتركها وبصمتك اللي أنت تطبعها في الناس. ممارسات مجانية ما تكلفك ولا شيء. الله سبحانه وتعالى يقول: "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا." لو أخذنا مفهوم الإحياء، إحياء النفس بإنك أنت تنصح هذه النفس البشرية، بإنك أنت تزكي هذه النفس البشرية، بإنك أنت تضفي على هذه النفس البشرية طابع التفاؤل وطابع الإيجابية وطابع التعبير واللفظ الحسن والإحسان إلى الآخرين، هذه النفس ستكون حية. إحنا دايمًا نقول الحي يحييك، الحي يحييك لأن هذا الإنسان اللي عنده روح طيبة، عنده نفس حلوة، إنسان دايمًا يدعمك في الخير، يفزع في الخير، هذا الإنسان يحييك فعلًا ويترك أثر عجيب حوله وحواليه. بعض الممارسات أنت كموظف تقدر تتركها في الآخرين، لنفسك ولبيئة العمل واللي حولك. قد تكون مو بمنصب إداري أو بمنصب صاحب قرار أو إشرافي أو تنفيذي، لكن أنت أيضًا تستطيع أن تمارس هذه الممارسات المجانية اللي ما تكلفك ولا شيء، بل بالعكس وهي أنت مطالب فيها بشكل يومي، مطالب فيها كإنسان وكمسلم وكموظف. ممارسة الابتسامة، إنك أنت دايمًا تكون مبتسم، دايمًا تكون حي، دايمًا تكون متفائل، دايمًا تكون إيجابي، دايمًا تقدم في الخير، تكون مفتاح للخير مغلاق للشر. تدعم الآخرين بكلمة طيبة، بنصيحة حلوة، بكلمة تقدير، بكلمة شكر. إحياء النفس يأتي عن طريق هذه الكلمات البسيطة، هذه الممارسات اللي قد لا نلتفت لها الآن، لكن سبحان الله بمجرد فقدها إنك أنت تستشعر عدم وجودها راح تحس إنه أنت في حاجة لها بشكل كبير. أنت تخيل أن تركت هذا المكان، تركت هذه الوظيفة وذهبت إلى وظيفة أخرى، إلى شركة أخرى، إلى بيئة أخرى، إلى دولة أخرى، ماذا تريد أن يقال عنك في يوم خروجك؟ وماذا تريد أن يقال عنك في غيابك؟ هذا الإنسان الحي اللي كان يحيينا بهذه الكلمات الطيبة، بهذه الروح الحلوة اللي فعلًا الآن في غيابه وجدنا أثر هذا الغياب. الممارسة هذه مجانية وسهلة، والله سبحانه وتعالى يثيب عليها بل ويضاعف الأجر فيها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: "أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا." بحسن الخلق أنت تبلغ درجة صائم وقائم، يعني إنسان يصوم على طول ويقوم على طول.